هل قال أنا إله مبارك؟ كلمة قدوس هذه ما تخليناش نرجع للنص الأصلي وتطلع مش قديس. مطالب انه يقول انا رئيس، انا الرئيس، يمشي يقول انا الرئيس. أنا في يوحنا 14 لما قال على لسان المسيح. على لسان المسيح. يلا هات لي النص اللي بيقول فيه أنا إله. اهلا يا زين خير الله. اهلا بيك، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اتفضل اسأل. حضرتك ما هو دينك أو اعتقادك؟ اعتقادي في المسيح. اعتقادك ايه؟ في المسيح يسوع إله مبارك على الكل. وهل قال لك أنا إله مبارك؟ نعم. هل شوف سؤالي وركزوا يا إخوة كلكم، هل قال لك أنا إله مبارك؟ مش قال لك أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. ركز في سؤالي جيدا. هل قال أنا إله مبارك؟ التزم بالكلمة التي قلتها. هل قال أنا إله مبارك؟ بنفس الكيفية كده؟ مش أنت اللي استخدمتها يا إخوة؟ أليس هو من استخدم الآن وقال يسوع إله مبارك؟ أنا سألته قلت له هل قال أنا إله مبارك؟ نفس الصيغة التي أنت استخدمتها. ما ذهبت معك بعيدا. هل قال أنا إله مبارك؟ من هو القدوس؟ هو المبارك. شوف الآن يأخذنا إلى مصطلحات أخرى. سؤالي واضح، هل قال أنا إله مبارك؟ كلمة قدوس هذه ما تخليناش نرجع للنص الأصلي وتطلع قديس مش قدوس. فسيبنا يعني إيه عشان ما ندخل في مواضيع. طب لو طلع قدوس كلام واضح جدا. هل قال أنا إله مبارك؟ نعم أم لا؟ ما هو الرئيس مش ملوش، يعني مش مطالب انه يقول انا رئيس، انا الرئيس، يمشي يقول انا الرئيس، انا الرئيس. والله عارفين ان انت عرفنا خلاص. لاحظ، كل الرؤساء يقولون عن انفسهم انا الرئيس. اهو في لقاء لترامب في عام 2020 تقريبا او 2019 كان يناقش صحفيا قال له انا رئيس الولايات المتحدة. في كل الرؤساء يقولون عن انفسهم انا الرئيس. طب هل المسيح محتاج انه يقول على نفسه انه اله؟ طبعا هو قال عن نفسه انا انسان، مع انه كل الناس اسمع. يعني كل الناس يرونه انسانا مكونا من دم ولحم. يعني لسنا محتاجين ان يقول لنا انا انسان. مع ذلك المسيح قال اكثر من 80 مرة انا انسان وابن انسان. اشمعنى لم يقل مرة واحدة أنا إله بالتصريح؟ أنا لم أطالبك وأقول لك أين قال من رآني فقد رأى الآب، قبل أن يكون فلان أنا كائن، قبل أن كذا كذا. السؤال واضح، هو قال أنا إنسان، هات لي نظيرها أنا إله بس. كم فرح عاشور. طب تعالى نشوف اليهود اللي منتظرين المسيح ده، منتظرينه في أنا مالي ومال اليهود؟ أنا مالي ومال اليهود؟ أنا رجل لا أنت ولا أنا. اسمعني بس يا أستاذ زين، لا أنت ولا أنا. يا يوسف اسمع، أنا رجل بحب المسيح، بحب كلام المسيح، ما بحبش كلام اليهود. أنا بحب كلام المسيح. أنا عاوز من المسيح وهو بيقول أنا إله، ماليش دعوة باليهود. أنت يهودي يا يوسف؟ مش أنت مفروض متبع لكلام المسيح يا يوسف؟ طب هات لي يا يوسف إن المسيح قال أنا إله مبارك، أنا الخالق، أنا رب العالمين. لماذا لم يقل؟ طب أنا هصرح لك يا أستاذ زين تصريح بقى دلوقتي هتستعجب له. يعني أنا في يوحنا 14 لما قال على لسان المسيح. على لسان المسيح. يلا هات لي. قال أنا إله، قال أنا إله في يوحنا 14. قال أنا إله، بس قبل ما تكمل قال أنا إله. أكد لي قبلها بس وبعدين جيب لي النص. هل قال أنا إله؟ ايوه قال انا اله. حلو، يلا قال انا اله. هيجيب لك نص ثاني انا وابو ومش عارف. اتفضل يلا هات لي النص اللي بيقول فيه انا اله. في يوحنا 14 بيقول لك مهما طلبتم من الاب باسمي فذلك افعله.
ايوه يعني هيلبي لنا كل طلباتنا بمجرد ان احنا طب هل هو حلو وكان اله؟ اين اين انا اله؟ هو مين اللي بتطلب منه يلبي لك طلباتك؟ ايه مين اللي بتطلب منه؟ انت تطلب من اي حد ويقول لك فذلك افعله. انا اقول لك لحظه، مهما طلبتم. انا عارف انا بطلب من مين؟ من مين؟ انا بطلب من الله اللي بيطلب منه المسيح. كل الدليل باسمه لا باسم المسيح. ما هو قال مش انت طالب من انا حاليا حفشك بنص. انا حاليا حفشك بنص اول مره تسمعه في حياتك. لا ما فيش نص ما سمعتوش. قول وانا اقول لك. تعال افتح لي انجيل يوحنا بنفس الانجيل اللي تستدل منه. طب حلو. بس سؤال واصحاح 14. لحظه بس سؤال قبل ما اطلع لك النص. انت بتطلب من الله صح؟ انا بطلب من الله باسم المسيح. حلو. ليه انت بتطلب من الله؟ لانك انت المحتاج صح؟ مش هو اللي محتاجك. طبعا. حلو. ركزوا يا اخوه، اكتبوها في التعليقات. هو بيطلب من الله لانه هو اللي محتاج لله وليس الله هو اللي محتاج منه. اكتبوها في التعليقات، اكتبوها كذا. بيطلب من الله لانه محتاج الى الله. صح يا يوسف؟ صح طبعا. ده بالنسبه لي انا. استنوا الصاعقه، انتظروا الصاعقه. بالنسبه لي صاعقه ايه؟ هو انا كلمه الله. انجيل يوحنا 11. افتح انجيل يوحنا 11 ان شاء الله بس تبقى ثابت. انجيل يوحنا 11 22. مرثا، القديسه مرثا، ماذا قالت ليسوع المسيح؟ لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. يعني المسيح بيطلب من مين يا يوسف؟ المسيح بيطلب من مين؟ طب ما هو ده على لسان مين؟ ده على لسان مين الكلام ده؟ على لسان مرثا، القديسة مرثا. طيب مرثا على حد علمها انه نبي عظيم، نبي ورسول عظيم. ليش ما صحح لها يسوع وقال لها انا الله؟ مفروض ما تقوليش هذا الكلام. لا مش وقته خالص. مش وقته يصحح لها. مش مش وقته يصرح لها خالص يا اخواني. طيب لان الفداء لم يتم بعد. يا يوسف اسمع يا يوسف. لان الفداء لم يتم بعد. اسمع بس. هنا يا اخوه هذه اسمها القديسه مرثا، تمام؟ ويسمونها كنائس باسمها. قالت ليسوع لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. يعني أنت يا يسوع بتطلب من الله. حلو. لو كان كلامها خاطئا مش المفروض يسوع المسيح يصحح لها ويقول لها اتق الله يا امرأة، أتقولين بقول المسلمين الذين يقولون أن المسيح يطلب من الله؟ اتق الله. لكن في الحقيقة لم يصحح لها. طيب السؤال، هل يسوع المسيح حسب الأناجيل بيصحح الأخطاء؟ لما واحد يقول كلمة خاطئة بيصححها ولا مش بيصححها؟ يصححها نعم. والدليل مرة في إنجيل مرقس هذا الكلام. جاء أحد الأشخاص إلى المسيح وقال له أيها المعلم الصالح. فماذا رد عليه المسيح؟ قال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس هنالك صالح إلا الله وحده. فصحح له خطأه حين تلفظ وسماه صالحا. طيب هنا لما قالت له مرثا أنت يا يسوع بتطلب من الله والله هو اللي بيعطيك، ليه ما صححش لها؟ لو كان كلامها خاطئا لما لم يصحح لها يا يوسف؟ وأنت أقريت الذي يطلب هو المحتاج. إذا يسوع المسيح محتاج فكان بيطلب من الله، فإذا هو ليس الله. طب اسمعني قبل ما تسقف. ايه رأيك في اللي راح للمسيح وقال له أرنا الآب وكفانا؟ قال له ايه بقى؟ قول انت. قال له ايه المسيح؟ والله النصوص كلها أرنا الآب وكفانا. يعني لو حابب اسمعها عليك ما فيش مشكلة على فكرة. قال لا ما أنا رد المسيح. ما معنى رد المسيح على فيلبس؟ اقول لك انا أرنا الآب وكفانا. قال له ايه؟ قال له الآب اهو. قال له ايه؟ قول. حلو. تريد انا اجيب؟ حلو. قال له لكن لا تقاطعني. قال له من رآني فقد رأى الآب.
جميل. ما معنى هذه الكلمة؟ ببساطة نأخذها. لا من أول. لا ما تأخذهاش من النص. لا تقاطع. قلت لك لا تقاطع. طيب لما قال له من رآني فقد رأى الآب، إما أن تقول أن هذا النص حقيقي أو تقول هذا النص مجازي. طيب إن قلت حقيقيا فإذا هذا يعني أن المسيح هو بذاته الآب، وهذه هرطقة لم يقل بها أحد من النصارى إلا المهرطقون فقط، أن المسيح هو بذاته الآب. كذلك لو قلت أن معناها حقيقة أن المسيح هو الآب، طيب عندك عشرات النصوص التي تقول لا أحد يرى الآب ويعيش، يعني الآب لا يمكن أن يراه أحد ويستمر في الحياة. طيب إذا ليس عندك حل إلا أن تقول النص مجازي، وهذا هو الحقيقة فعلا. من رآني فقد رأى الآب، أي من تبع أوامري فقد تبع أوامر إلهي الذي أرسلني، لأنني أنا أسير وفق أوامره، فلا حاجة لك أن ترى الله لأن الله سيعطيك أوامر قد أعطاها لي أنا. هذا قصد كلام المسيح. وهل المسيح كان يستخدم كثيرا هذه التعبيرات المجازية؟ مثلا في إنجيل لوقا المسيح قال لمن أرسلهم من قبل هذا الطفل فقد قبلني، ومن قبلني فقد قبل الذي أرسلني. هل معنى هذا أن الطفل حقيقة هو المسيح وهو الآب؟ لا، تعبير مجازي، أن من يحترم هذا الطفل ويقبله كأنه قبلني، ومن قبلني كأنه قبل إلهي. هذا هو الأمر ببساطة، تعبير مجازي يستخدمه كل إنسان. يعني أعجزتم إلى هذا الحد؟ يعني المسيح صرح عشرات المرات أنه نبي وأنه رسول وأنه ضعيف وأنه عاجز ليس قادرا وليس عنده العلم الكافي، وتتمسكون بهذه النصوص المجازية. أما كفاكم هذا أيها النصارى؟ تفضل يا يوسف تكلم. هو في الحقيقة يا أستاذ زين أو يا شيخ زين، لما فيلبس قال له كده، قال له المسيح رد عليه قال له إيه؟ قال له كل هذه المدة فيلبس ولم تعرفني. ما عرفتني لسه. أنا الله الظاهر في الجسد، لأن أنت زي ما أنت قلت دلوقتي لا أحد يرى الآب ويعيش. لحظة المسيح صورة الله من عندك. لم يقل له أنا الله الظاهر في الجسد. لما تكذب؟ اسمعني لما تكذب؟ أين قال له أنت أنا الله الظاهر في الجسد؟ لا، إذا أنت مش حسيبك. أين قال له أنا الله الظاهر في الجسد؟ منين جبت هذه في النص؟ ما أنا هكلمك، اصبر علي. جيب لي هذه الكلمة من النص. اصبر علي. إذا كان فيلبس يقول كلام غلط ان انت نفسك لسه كلمة انا الله الظاهر في الجسد، يلا طلعها. الاب لا، اسمعني طلع. لا انا ما لن اسمح لكم بالكذب هنا. طلع لي كلمة قال له انا الله الظاهر في الجسد. يلا طلع حاليا من انجيل يوحنا 14 اللي هو فيه نص من رآني. يلا لو سمحت ما تصادرش على كلامي. لا اصادر لان انت لسه قايل دلوقتي حين تكذب اصادر. لا اكذب. اسمع السياق. طلع لي كلمة. اسمع سياق الكلام، لا تصادر. انزل حتى مرة ثانية لا تكذب. لن أسمح لك حتى تكون صادقا. يلا طلع لي من النص أين قال أنا الله الظاهر في الجسد. تكذب، تضيف أشياء في النص ليس موجودا. زلتم تحرفون كتابكم إلى اليوم. لا إله إلا الله. تفضل. سلام المسيح. الو سلام المسيح. صوتك بعيد. صوتي بعيد؟ ايوه الان كويس. ايوه. ازيك يا شيخ زين؟ اللهم لك الحمد بخير. نشكر ربنا. انا سمعتك تتناقش مع الاخوه المسيحيين، ويعني تسألهم أسئلة في المعتقد المسيحي وفي الكتاب المقدس، والنصوص اللي انت بتذكرها ما انتش فاهمها أساسا. يعني احترامات لحضرتك يا شيخ. طيب حلو، فهمها لي. المثال فهمها لي.
بفهمها لك. يعني أنت طلبت من الأخ يوسف أن يعطيك أين قال المسيح أو أين صحح المسيح لمرثا، وهذا موجود في العدد 25 حينما قال لها أنا هو القيامة والحياة ومن آمن بي فلو مات فسيحيا. هذا تصحيح. هذا تصحيح. هذا هي ماذا قالت له مرثا؟ أيوة تصحيح. أيوة مرثا ماذا قالت له؟ مرثا ماذا قالت له؟ مرثا ماذا قالت له؟ قالت له أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. ده كلام مرثا. اسمح لي اسمح. اتفضل. أنت دخلت تتهمني أنا بعدم الفهم وأنت لا اسمح. وأنا متأكد أنك عديم الفهم. وأنت أصلا الذي لا تدري ما هو النص الذي أنا استدليت به أصلا. أنا ما استدليتش بنص. أنا أعلم أنك أنت ستقوم هذا الكلام. النص الذي استدليت به أن مرثا قالت للمسيح وأنا أعلم أنك كلما تطلب من الله يعطيك الله إياه. أنا هذا النص الذي استدليت به. وقلت ليوسف صديقك هذا هل المسيح صحح لها وقال لها أنا لا أحتاج أن أطلب من الله لأنني أنا الله، أم سكت؟ يلا جاوبني، هل صحح لها هذا النص؟ هذا النص الذي استدليت به أنا. تفضل أجبني الآن عشان نعرف من اللي مش عارف النصوص ومش فاهم النصوص. تفضل يلا جاوب. ها طيب شوف يا شيخ زين، يعني النص اللي انت بتستشهد به انت اقتصيته لأنه في تكملة للنص. أي هو أي نص؟ أي نص؟ النص أولا نص؟ كان مثل ما قال لك. خليني أكمل يا أخي. أنا ما أي نص؟ لأنك أنت مش عارف نصوصي لازم أعرف أي نص. طيب أنت مش عارف نصوصي اللي بستدل بيها. النص اللي أنت بتتكلم فيه، لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلبه من الله يعطيك الله إياه. حلو تكملة النص ده نص كان على لسان اسمعني خليني أكمل. النص ده كان على لسان مين؟ كان على لسان مرثا. هل المسيح قال يا أستاذنا الفاضل في أي نص في الكتاب المقدس أنه يطلب من الله فيعطيه؟ لا يوجد. لم يقل. وإنما قال المسيح، خليني أكمل لك، في نفس الإصحاح المسيح قال أن كل ما للآب هو له. عندك تعال أطلع لك في نفس الإصحاح. هذا قال في نفس الإصحاح قال. تعال أول شيء قبل ما أطلع لك النص، لما مرثا قالت له وأنا أعلم أنك كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. طيب هذا النص اللي بيقول فيه المسيح حتجيب لك والله، حتجيب لك والله حطلع. أطلب من الآب فيعطيني. ما تقطع صوتي. أصمت وانتظر، والله حطلع لك. أصمت. أولا حين قالت هذا النص مرثا، هذه القديسة مرثا يا بابا مش واحدة من الشارع، أخت لعازر، يعني شخصية مهمة. الآن صار كلامها ليس مهما. طيب فرضنا كلامها فرضنا هي شخصية ليست مهمة، لماذا المسيح لم يصحح لها ويقول لها أنا لا أطلب من الله؟ هذا أولا. ثانيا تعال أطلع لك النص اللي هو المسيح بيطلب من الله. تعال في معجزة إحياء لعازر. تعال في إنجيل يوحنا الإصحاح 11 والعدد العدد 41. تعال نعرض النص. شوف النص العدد 42. يقول وأنا علمت. هذا من اللي بيقول هذا الكلام؟ المسيح. وأنا علمت أنك في كل حين تسمع. أو خلينا نقرأ النص من هنا. أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي. ركزوا يا إخوة، في ترجمة أخرى يقول أشكرك لأنك استجبت لي. يعني المسيح بيشكر الله أنه استجاب له. الاستجابة تكون بعد ماذا يا فلان؟ يلا جاوبني. الاستجابة تكون بعد ماذا؟ لا تهرب من السؤال وأجبني على السؤال. الاستجابة تكون بعد ماذا؟ أنا ما بهرب من السؤال، بس يلا جاوبني. الاستجابة تكون بعد ماذا؟ بس خليني أعلق على الكلام كله.
لا بس جاوبني على هذا السؤال أولا. الاستجابة أولا النص هنا يا أستاذنا الفاضل، النص هنا المسيح يقول فيه سمعت لي. أيوة. والسماع يا أستاذنا الفاضل لا يعني أن المسيح قد طلب أو أن المسيح واضح. اسمع لحظة، هنا اسمع لحظة، سؤالي مش هخليك تهرب، والله لن أدعاك تهرب. أولا في الترجمة الأخرى يقول أشكرك لأنك استجبت لي. الاستجابة تكون بعد ماذا؟ خليني أجاوبك يا أخي. فين الاستجابة؟ هات لي النص، هات لي النص اللي بيقول استجابة. النص أمامكم، سمعت لي. أين استجبت؟ خلاص انتظرني لحظة، انتظرني دقيقة واحدة بس. تفضل. شوف النص يا إخوة. فرفعوا الحجر ورفع يسوع عينيه وقال شكرا لك يا أبتي على أنك استجبت لي. الاستجابة تكون بعد ماذا؟ يلا جاوب. النص اللي انت جايبه ده، النص اللي انت جايبه بقول له اشرب ميته، بقول له واشرب ميته، لأنه الأصل يوناني. بتسب كتابك، عيب عليك يا رجل. بس أجيبني بس أجيبني، ما ترتبكش. هذا أقول له اشرب ميته. النص اليوناني جاء استجبت. ما أعرفش يوناني أنا. جاء سمعت. أنت بتعرف يوناني؟ يلا طلع لي النص اليوناني. يلا أنت بتعرف يوناني، طلع لي النص اليوناني. هطلع لك النص اليوناني، استنى. يا بيقول إيه النص اليوناني؟ هو بس لحظة، هو المسيح كان بيتكلم يوناني؟ المسيح كان بيتكلم يوناني؟ المسيح كان بيتكلم يوناني؟ هذه قصفة جديدة يا إخوة، انتظروها. المسيح كان بيتكلم يوناني يا إيش اسمه هو؟ باشرو ولا إيش اسمه؟ بكورة. يا شيخنا حياك الله يا عمر. يا بكورة، المسيح كان بيتكلم يوناني؟ هو يا إخوة خجلان إنه يقول إن الاستجابة تكون بعد الطلب، لأنه هو قال المسيح ما بيطلبش من الله. مش خاجل، خليني أجيب لك. يلا قول، المسيح كان بيتكلم بأي لغة؟ المسيح كان بيتكلم يوناني؟ أيوة كان بيتكلم يوناني المسيح. كذاب في نص عينه، كان بيتكلم أرامي يا جاهل. ده محمد هو شفت الكذاب بدأ يسب على طول. أنا يتكلم. أي معلومة الطفل النصراني مفروض يكون عارفها، أن المسيح كان بيتكلم آرامي مش يوناني يا كذاب. كان بيتكلم آرامي. أبسط معلومة تبحث عليها، المسيح بيتكلم أي لغة يطلع لك الآرامي. جهل الكذابين. يعني هو يكفي أنه أساء لكتابه، يعني يكذب يقول لك النص اليوناني. انت اللي بلغوا اشربوا ميه النص اليوناني. بس شفتوا يا اخوه، هو طلب مني وين المسيح. انا بتحدى كل النصارى، المسيح كان بيطلب من الله بلسانه. في نصراني واجهني في ذلك؟ يلا اذا في نصراني واجهني في ذلك يطلع. تفضل. كيف الحال؟ أنا غير مسلم. ربوبي. تفضل. أنا ليس لدي مشاكل حول الغيبيات ومثلا الأشياء العلمية في القرآن. أنا لدي مشاكل أخلاقية في الدين الإسلامي. هي التي تجعلني أنفر من هذا الدين. ما هي هذه المشاكل الأخلاقية؟ تفضل قل اعتراضك ونتناقش. حسن. مثلا هناك في الإسلام جهة الدفاع وجهة الطلب. جهة الدفاع أنا ليس لدي مشكلة فيه، لكن لأن كل شخص يجب أن يدافع عن نفسه، لكن جهة الطلب هذا هو المشكلة. عندما تذهب بجهة الطلب وأنت تغزو. الآن خلينا بجهة الطلب، دعنا نناقش جهاد الطلب. نعم هذا هو المشكلة. هل أنت فاهم جهاد الطلب؟ فاهم ودارس في الفقه جهاد الطلب أم لا؟ حتى ناخذ صورة عن الأمر. قليلا نعم. يعني كيف قليلا وأنت تعترض؟ شفتوا
أنا تعرف لماذا يا أستاذ نسأل هذا السؤال؟ حتى تعرفوا يا إخوة جميعا، كل من يلقي شبهة هو لا يدرسها. أشوف الأستاذ مش دارس جهاد الطلب أساسا. أنا أقول لك سأثبت للجميع أنك أنت لست دارسا لجهاد الطلب، هل تعلم؟ نعم. طيب جهاد الطلب ضد من؟ يلا قل لي ضد من؟ الكفار. من هم الكفار؟ من بالضبط؟ الغير المعاهدين. كيف؟ الغير المعاهدين الذي ليس بينكم وبينهم معاهدة سلام مثلا. أولا تصحيح بس، لغة لا نقول الغير معاهدين، نقول غير المعاهدين. ماشي، هذه أول نقطة. ثاني نقطة، هذا ليس تعريفا لجهاد الطلب. هذا ليس تعريفا لجهاد. أنا سألتك سؤالا، حين نتوجه بجهاد الطلب حسب الفقه الإسلامي، هذا الجهاد يتوجه ضد الشعوب أم الحكومات الكافرة التي تحول بين الإسلام والشعوب؟ عرف لي. نعم أعرف الحكومات، لكن الحكومات التي تحكم الشعوب. لا، أي حكومة؟ نعم. يعني مثلا أعطيك مثال، الصحابة حين خرجوا في جهاد الطلب ضد الفرس والروم، تمام؟ ماذا فعل الفرس والروم كي يذهب الصحابة ليجاهدوهم جهاد الطلب؟ ما الذي فعله الفرس والروم؟ أغاروا عليهم أيضا. هذا أغاروا، هذا شيء آخر، لكن في شيء آخر منعوه أدى إلى أن الصحابة يذهبوا ويجاهدوا جهاد الطلب. ما هو هذا الشيء؟ إنهم حالوا بين الإسلام وشعبهم، منعوا الإسلام أن يصل لشعوبهم ومنعوا شعوبهم. اسمعني لحظة، لم أتم. منعوا شعوبهم من أن يعرفوا الإسلام ويتعرفوا على الإسلام. هذا الأمر الأول، تمام؟ الأمر الثاني، جهاد الطلب ليس موجها ضد أبرياء ولا موجه ضد أناس لا علاقة لهم بحرب، لا. جهاد الطلب موجه ضد الحكومات التي تمنع وصول شريعة الله سبحانه وتعالى إلى الناس. هذا هو جهاد الطلب، تمام؟ أما الشعوب لا، الشعوب ليس بيننا وبينهم، كما قال أحد الصحابة الكرام، قال نحن جئنا إلى بلادكم كي ماذا؟ لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أردنا أن نخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا أمر. إذن جهاد الطلب ليس موجها ضد النساء، وليس موجها ضد أطفال، ولا موجه ضد شيوخ كبار، ولا موجه ضد عمال ولا فلاحين ولا أناس ليس لهم علاقة بالحرب، موجه ضد أناس يمنعون وصول رسالة الإسلام. نعم، ممكن كلمة. لذلك لماذا الصحابة ذهبوا إلى الفرس والروم ولم يذهبوا؟ أسألك سؤالا، اليمن، دولة اليمن، نعم، كيف فتحت؟ من الجيش الذي دخلها؟ ممكن عمر أيضا. لا، غير صحيح. اليمن لم يدخلها أي جيش. لماذا؟ لأن في ذلك الوقت الحاكم الفارسي اللي كان يحكمها تقبل الأمر وسمح لشعبه أن يسمعوا بالإسلام، فأسلم الشعب. أيضا ما هي أكبر دولة اليوم؟ ما هي أكبر؟ تعقب، دعني أسألك وبعدين تعقب إن شاء الله. ما هي أكبر دولة اليوم فيها مسلمين؟ إندونيسيا. من قائد الجيش الذي دخلها؟ لا، دخل الإسلام بالتجارة، لأن حكامها ما منعوا وصول الإسلام فحكمها الإسلام بالتجارة. أغلب الدول نعم، لكن أغلب الدول الآن المسلمة دخلت بالحروب. لا فرق. هل الشعوب أجبروا على الإسلام؟ هل الحروب هذه كانت ضد شعوب؟ السؤال هنا، هل
هذه الحروب كانت ضد شعوب أم ضد حكومات طاغية؟ نعم لدي دليل أن إذا أردت أن تدخل هذا الدين إلى دولة، هناك دليل أن الرسول لا، سؤالي واضح. الدول كلها التي فتحت، على سبيل المثال مصر، هل كانت الحرب ضد الشعب المصري أم ضد الإمبراطورية الظالمة الرومانية الطاغية التي أذاقت المصريين صنوف العذاب؟ ضد من كانت المعركة؟ ضد الشعب المصري ولا ضد الرومان الطغاة؟ لكن هذه دولة أنت لا دخل لك فيها. سألتك سؤالا فأجب لو سمحت. كانت ضد من؟ ضد الحكم، والحكومة شعب أيضا. كيف شعب؟ منين جبت لنا الحكومة شعب؟ الحكومة هذه كانت تذيق اسمعني، الرومان ماذا كان؟ اسمع بس، أنت قارئ تاريخ منطقيا. أنت لحظة، أنت قارئ تاريخ. الرومان ماذا كانوا يفعلون في الشعب المصري؟ يلا أجبني حسب التاريخ. لا أنا أعرف هم ماذا فعلت الحكومة الرومانية في الشعب المصري؟ سأقول. أجبني. سأجب. يلا. نعم سأجب بالراحة. قتلوا واضطهدوا الأقطاب، لكن وأيضا ونفوا أيضا البابا. أيوة، حلو. كيف تقولي من الشعوب؟ معناتها هذه لكن دقيقة. اسمع. هذه حكومة ظالمة أزاحها الإسلام وأحكم العدل في الدولة. إلى يوم الناس هذا يوجد نصارى في مصر. لكن دقيقة، أعطني فقط مدخل. لكن هناك حديث يقول في يوم ما سأل الصحابة الرسول عن قتل الأطفال والنساء في غارة، فأجاب الرسول إنهم منهم الأطفال والنساء. هذا حديث صحيح. تعال نقرأ باب الحديث، ما رأيك؟ نعم. يلا، أنت قرأت باب الحديث ولا لا؟ لا، لكن هذا أيضا يدل على أن الرسول أجاز قتل الأطفال. اسمعني، قرأت باب الحديث ولا لا؟ الإغارة، حروب الإغارة. هذا باب الحديث. لا الحديث يتكلم عن الإغارة. اسمع بس، اسمع ويا ريت تتعلم. تعال، هذا هو الحديث. اقرأ الباب. باب حروب صغيرة. غريبة، ما ترونها يا إخوة؟ المشكلة ما تقرب الشاشة، غريبة. أهو باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. من غير إيش؟ من غير ماذا؟ من غير تعمد. لكن كيف من غير تعمد؟ استنى ولا تقاطع. من غير ماذا؟ أعيدها لي هذه، بروزها لي هذه. من غير تعمد. نعم، من غير تعمد، يعني الأمر بغير قصد. لكن الواقع بعدين اسمعني. يعني لماذا هذا التدليس؟ لا، ليس تدليس. اسمعني ولم أتم. النبي تعرف في هذا الحديث، قبل هذا الحديث، اسمع ولا تقاطع، انزل. بما أنك تقاطع تنزل معناته. قبل هذا الحديث في حديثين بعنوان باب تحريم قتل النساء والأطفال في الحرب. والحديث هكذا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في الحرب فاستنكر ذلك وقال: لا تقتلوا امرأة ولا طفلا. وما أكثر الأحاديث التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا النساء، لا تقتلوا الأطفال، لا تقتلوا الصبيان، لا تقتلوا العسيف يعني الأجير، لا تقتلوا مريضا. عشرات الأحاديث قبل حتى هذا الحديث بابين في صحيح البخاري وصحيح مسلم بعنوان باب تحريم قتل النساء والأطفال في الحرب. تحريم يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
هذا الحديث، هذا الأمر في البيات يعني في الليل، وفي ذلك الوقت ما كانت توجد كهرباء، فكانت تقام المعركة، فكان يوجد أطفال من المشركين يقتلون بغير تعمد، يقتلون بغير تعمد. فهذا الأمر معفي عنه لأنه قتل بغير قصد، قتل بالخطأ. لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واقتلوا الأطفال؟ لا يوجد حديث هكذا أبدا. حتى الباب عنوانه واضح، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، يعني من غير قصد. افهم، تارك عشرات الأحاديث التي ينهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال، وجئت تتمسك بحديث يتكلم عن لحظة بغير قصد، بغير قصد. ثم أنت ما أدري وقال ملحد، وهل أنت كملحد عندك مانع أصلا من إبادة البشرية كلها أصلا؟